قصة موسى عليه السلام الجزء التاسع. وقفنا المرة اللي فاتت عند 70 رجل اللي قالوا لموسى عليه السلام مش هنؤمن غير لما نشوف ربنا بعيننا، فربنا عاقبهم بأنه أرسل عليهم صاعقة، يعني نار شديدة من السماء أو رجفة على خلاف في التفاسير، لكن اللي يهمنا إنها أمر من شدته صعقوا وماتوا. وبعدها ربنا أحياهم مرة تانية، لأنهم لما ماتوا موسى عليه السلام خاف هيرجع يقول إيه لبني إسرائيل. يقول ليهم خرجت ب70 واحد منهم وكلهم ماتوا ورجعت من غيرهم؟ مش هيصدقوه طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، وهتحصل فتنة جامدة ساعتها. فموسى عليه السلام دعا ربنا إنه يحييهم تاني. كان موسى عليه السلام بيقول يا رب انت ما هلكتناش قبل كده في يوم المجزرة اللي حصلت، مع ان الهلاك ساعتها كان قريب مننا جدا، لكن انت برحمتك عصمتنا منه. أفتهلكنا الآن بما فعل السفهاء منا؟ حاشاك يا رب إنك تعمل فينا كده، فيا رب زي ما عصمتنا من الهلاك يوم المقتلة اعصمنا اليوم ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. فربنا استجاب لموسى وأحياهم مرة تانية واحد ورا التاني، وبقوا شايفين بعض إزاي ربنا بيحيي الموتى. ودي آية ومعجزة جديدة تضاف للآيات المبهرة اللي شافوها، وبتدل على إن محدش فعلا يستحق العبادة غير ربنا الخالق عز وجل. ورجعوا كلهم مع موسى عليه السلام لبني إسرائيل. بدأ موسى عليه السلام في تعليم بني إسرائيل التوراة من الألواح. فأول حاجة قال لهم إنهم لازم يقبلوا كل اللي في التوراة وينفذوا اللي فيها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فقالوا احنا هنشوف اللي فيها الأول، لو لقينا الأوامر والنواهي سهلة هنعملها. فموسى عليه السلام قال لهم لا طبعا لازم تقبلوها كلها، ده دين بني إسرائيل. لما قعدوا يراجعوا موسى عليه السلام ده هناخده وده لا مش هناخده واحنا مش هنقدر، ربنا أمر الملائكة إنهم يرفعوا عليهم الجبل كأنه غمامة على رؤوسهم. متخيلين الجبل العملاق اترفع لفوق وهم تحته؟ فموسى عليه السلام قال لهم لو ما قبلتوش أوامر ربنا كلها على بعضها بدون تفريق في الطاعة الجبل ده هيقع عليكم. فقبلوا على مضض طبعا وسجدوا وقعدوا يبصوا بنص وشهم على الجبل وهم ساجدين زي اللي بيضرب بعينه كده في الخفاء. ودي كمان تعتبر آية جديدة من الآيات اللي ربنا وراها لبني إسرائيل علشان يظهر ليهم ألوهيته سبحانه وإن هو المستحق للعبادة. بس يا ريت بنو إسرائيل يعتبروا بالآيات. طيب دلوقتي بقى عندنا المنهج، لكن فين البلد اللي هيقعدوا ويستقروا فيها؟ فاكرين لما قلنا إن يعقوب عليه السلام بنى المسجد الأقصى في القدس وإنه كان تاني بيت لله في الأرض، وكان يعقوب عليه السلام بيسكن في منطقة القدس. وبعدين يوسف عليه السلام جابهم مصر في نهاية قصة يوسف. خلال الزمن ده القدس ومحيط المسجد الأقصى سكن فيهم ناس تانيين وأخدوا الأرض لنفسهم من سكانها الأصليين، وهي أصلا بتاعة نسل يعقوب عليه السلام. فربنا أمر موسى عليه السلام إنه ياخد بني إسرائيل ويرجع تاني للقدس أو الأرض المقدسة، ويخرجوا الناس الموجودين هناك عشان يستعيدوا أرضهم ويعيشوا هناك. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فلما وصلوا قريب من القدس أرسل موسى عليه السلام 12 رجلا من بني إسرائيل عشان يدخلوا القدس ويشوفوا الأحوال هناك زي فرقة استطلاع كده. دخل 12 رجلا المدينة وشافوا أحوالها والناس اللي فيها، ورجعوا لموسى عليه السلام وقالوا له الأرض اللي احنا رحناها بتطلع لبن وعسل، يعني مليانة بالخيرات، لكن المدينة متحصنة جدا
والناس اللي ساكنين هناك أجسامهم ضخمة وعندهم قوة عظيمة. فبدأ كل واحد من 12 رجل ينهي قومه عن القتال مع موسى عليه السلام ويخوفهم، ما عدا رجلين 2 فقط هما بس اللي نصحوهم بأنهم يسمعوا كلام موسى عليه السلام ويقاتلوا معاه. لكن بني إسرائيل رفضوا كلام الرجلين وعصوا كلام موسى وقعدوا يقولوا ده فيها قوم جبارين وإحنا مش هندخلها غير لما القوم الجبارين دول يخرجوا منها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ربنا أوحى لموسى عليه السلام إنه يصمم على قومه إنهم يجاهدوا معاه عشان يستعيدوا أرضهم ويقيموا دولتهم، لكن بني إسرائيل ولا هم هنا. وخدوا بالكم إن القتال أو الجهاد هنا فرض على بني إسرائيل، لأن ده جهاد دفع. وإحنا عندنا نوعين من الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع هو إني أدافع عن أي حد يعتدي عليا أو على أرضي، وده واجب على الجميع. أما جهاد الطلب فده بيكون إن الجيش يروح يفتح بلد تانية غير مسلمة عشان ينشر الإسلام. وجهاد الدفع كان أوله في عهد موسى عليه السلام. دلوقتي بني إسرائيل مطلوب منهم يستردوا أرضهم وحقهم، وهم رافضين ينفذوا أوامر ربنا. موسى عليه السلام حاول يقنعهم إنهم يقتلوا وهم أبدا مش راضيين. الرجلين الصالحين يقولوا لهم يا جماعة خدوا بالأسباب وتوكلوا على الله، وأول ما هتدخلوا ربنا هينصركم، ما هو سبحانه اللي بإيده كل حاجة. برضه مفيش فايدة، وقرروا رفضهم التام لدخول الأرض المقدسة، وقالوا لموسى احنا مش هندخلها أبدا ما دام القوم الجبارين دول فيها، احنا مش هنقدر نقتلهم. وراحوا قايلين كلمة كارثية، قالوا يا موسى لو الموضوع مهم قوي كده بالنسبة ليك روح انت وربك قتلوا الناس الجبارة دي واحنا هنا مستنيينكم. فلما موسى عليه السلام شاف عناد وفسق بني إسرائيل وتجرؤهم على جناب الله عز وجل دعا ربنا، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني يا رب أنا ماليش سلطان عليهم ولا أقدر على حد غير على نفسي أنا وأخويا، فاحكم بيني وبين بني إسرائيل الفاسدين بحكمك بالعقوبة اللي أنت ترى إنهم يستحقوها. فربنا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني العقوبة هتكون إن الأرض المقدسة تبقى محرمة عليهم، مش هيدخلوها حتى لو ندموا وحبوا يدخلوها. وكمان هيقعدوا تايهين في الصحراء 40 سنة حيارى لا يهتدون. والسبب في إن المدة 40 سنة بالذات عشان يكون الجبل اللي قلبه قاسي زي الحجر ده اختفى، ويكون جه من بعده جيل جديد ما حضرش الذل والخضوع والاستبداد اللي عاشوا آبائهم عند فرعون، فيكون أقرب للفطرة السليمة اللي ترفض الذل والعبودية لغير الله. بدأ زمن التيه، وحصلت فيه أحداث كتيرة مهمة وآيات جديدة لعل منهم من يعتبر منها إن ربنا نزل عليهم المن والسلوى. عايشين في صحراء في الحر والشمس والتوهان، مش عارفين طريق للخروج. قالوا لموسى عليه السلام إنهم جعانين والدنيا حر وخلاص مش قادرين، فدعا موسى ربنا فأرسل الله لهم السحاب يغطي عليهم من حر الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. والمن هو شيء يشبه الصمغ في الملمس وطعمه أحلى من العسل، بينزل من الأشجار يتم خلطه بالماء ويتشرب. والسلوى ده طائر زي طائر السمان كده، فكان ربنا موفر ليهم كل حاجة، يعني أكلين شاربين نايمين ومتظللين ومش تعبانين في أي حاجة. وكانوا قبل كده مستعبدين ومقهورين وما كانوش بيتكلموا، مش بيشكروا النعمة. قالوا لموسى عليه السلام يا موسى
احنا مش بناكل غير صنف واحد بس، واحنا مش مستحملين بصراحة. اطلب من ربك انه يطلع لينا من الارض البصل والعدس والقمح. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. فكان لسان حال موسى عليه السلام بيقول يعني بتقولوا ادعوا لنا ربك. انا فكرت انكم هتطلبوا مائدة من السماء او حاجة كده عظيمة، بما انكم طالبين اني اشفع لكم عند ربنا في استجابة الدعاء. بقى عاوزين تسيبوا المن والسلوى، الأطعمة الشهية النادرة بالنسبة ليكم، عشان تاكلوا بصل وعدس اللي كل الناس بتاكله عادي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ واستمر موسى عليه السلام في معاناته مع بني إسرائيل. كان في قوم موسى عليه السلام واحد اسمه قارون، شخص ملوش أي مكانة ولا نسب ولا أي حاجة. كل ما في الموضوع أن ربنا أغناه وعنده فلوس كتير. بكل بساطة عارفين اللئيم اللي بيغتني بعد فترة بيكون عامل إزاي؟ قارون ربنا أغناه مش أي غنى، ده كانت مفاتيح الخزائن بتاعته ما يشيلهاش إلا مجموعة من الرجال الأقوياء وبالعافية. فتقدروا تقولوا إن أموال أغنياء العالم كلهم كانت تعتبر الفكة اللي كانت في جيب قارون ساعتها. فالناصحين كانوا بينصحوه بأنه ما يفرحش وما يتغرش في نفسه، يعني عشان معاه الأموال دي كلها، وإنه يخلي همته إنه يستعمل الأموال دي في رضا ربنا ويكون همه الآخرة. فمهما عشت يا قارون فكل ده هيفنى، ومش هيكون عندك في رصيدك في الآخرة غير اللي انت بذلته في حياتك لله وفي مراداته. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وزي ما ربنا أحسن ليك وأكرمك بأنه أعطاك الأموال دي كلها، فأحسن للناس المحتاجة وما تهنهمش، فربنا يعاقبك وياخد منك النعم اللي انت فيها دي. رد عليهم وقال لهم الأموال اللي عندي دي أنا اللي جمعتها بعلمي وشطرتي، وربنا أعطاني الأموال دي عشان هو يعلم إني أستحق الأموال دي، ولو هو ما كانش بيحبني ما كانش اداني الأموال دي كلها. هو مش فاهم إن ربنا بيعطي الدنيا لمن يحب ومن يكره، لكن الآخرة بس هي اللي ربنا بيديها لمن يحب من عباده المؤمنين. مش فاهم إن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانش ربنا سأل كافر فيها شربة مية. في يوم من الأيام اتزين بأبهى زينة وخرج على قومه في موكب عظيم وحواليه الخدم، فخرج على قومه في زينته. فشافوا الناس اللي حب الدنيا متمكن في قلوبهم، فتمنوا إنهم يكون عندهم زي اللي عنده، وقالوا يا ريت عندنا اللي عنده قارون، ده محظوظ جدا. فهنا أهل العلم العقلاء من بني إسرائيل قالوا لهم يا جماعة دي دنيا وكل ده هيفنى، الثواب في الآخرة أعظم وأبقى. وقارون بقى ماشي في زينته متكبر بالمنظر ده، ربنا خسف بيه الأرض انشقت وبلعته هو وكنوزه وأمواله، فخسفنا به وبداره الأرض. فلما شاف الناس اللي تمنوا إنهم يكون عندهم زيه ندموا وشكروا ربنا إنهم ما كانوش في مكانه. وآدي كمان آية جديدة لبني إسرائيل على قدرة الله واستحقاق العبودية وعدم عصيانه، وكل شوية ربنا يوريهم آيات ورا آيات لعلهم يهتدون أو يتقون. إن شاء الله المرة الجاية نكمل الأحداث اللي حصلت في زمن التيه.